يا لطيف يا حفيظ، إلهي إلهي لا تحوجني لها يا رب، افرجها من عندك يا كريم، ابسطها يا طارق. كفاية، ما تبسطهاش أكتر من كده. عبد السلام النابلسي الشهير بحسب الله السادس عشر، وأشهر عازب في السينما المصرية، صاحب الكاريزما الخاصة. ناس كتير ما تعرفش إن النابلسي فنان متعدد المواهب، ممثل وأديب ومخرج ومساعد مخرج في كتير من الأفلام. كمان من الحاجات اللي ناس كتير ما تعرفهاش عن النابلسي إنه كان ليه رأي مختلف في الجواز، وخصوصا موضوع إنجاب الأطفال. في مرة حكى النابلسي في لقاء تلفزيوني نادر مع الإعلامية ليلى رستم في برنامج نجوم على الأرض إنه مش بيفضل خلفة الأطفال، ولكنه بيحب الأطفال جدا، بس لو كان الأمر بيخصه هيبقى عنده مشكلة. أنا بحب الأطفال كتير، بحبهم لغيري، ليه أنا يعني أنا بلغني. بيكونوا يعني مش. أما بالنسبة لقصة جواز النابلسي اللي كانت أغرب من الخيال، واللي قرر التخلي عن لقب أشهر عازب في السينما المصرية، وده كان بسبب حبيبته جورجيت. البداية كانت في سنة 63 في بيروت، لما صرح عبد السلام النابلسي وقال ما اتخلقتش البنت اللي النابلسي يتجوزها. وهنا بقى قررت جورجيت إنها تكلمه وتعاتبه على كلامه ده. طبعا قلت له انه حلوه المقابله وكذا، بس فيها هيدي الشغله. شو هيدي الشغله؟ انه قلت له ولو في حدا بالعالم زعل كل ستات البلد هلا، معقوله انه بتقول ما اتخلقتش البنت اللي انا عبد السلام النابلسي يتجوزها؟ ولو معقول خلي اجريك على الارض. وعلشان كده بعد المكالمة دي طلب النابلسي يقابلها، وسألها عن شكلها ومواصفاتها، وقالت له مواصفات غير مواصفاتها خالص. وقابلها، وبعد ما قابلها ب5 دقايق بس طلب منها الجواز، وقال لها دي فرصة عمرك ومش هتتكرر. وبالفعل وافقت جورجيت، لكنها ما قالتش لأهلها. بس اضطريت أخطفها تاني. أما بالنسبة لقصة مرضه، فالنابلسي عانى كتير من المرض، ولكنه كان دايما بيخفي قصة مرضه، لدرجة إن صباح لما كانت معاه في تصوير فيلم من الأفلام اللي كانت بتجمعهم مع بعض، كانت بتسمع صوته وهو بيتألم في الغرفة اللي جنبها، وهو كان بيشغل المية في الحمام علشان يغطي على صوت تعبه. والسبب في إخفاء مرضه إنه كان خايف على شغله، وإن محدش من المنتجين والمخرجين يستبعده من الأعمال اللي جاية. بالنسبة لنهاية النابلسي، ففي الفترة الأخيرة كان حاسس إن موعد موته قرب، علشان كده كان بيسيب المفتاح من بره الأوضة لحد ما فعلا تدهورت حالته الصحية، وامتنع عن الطعام تماما، ولفظ أنفاسه الأخيرة ليلة 5 يوليو سنة 68 قبل وصوله للمستشفى. رحم الله الفنان الجميل عبد السلام النابلسي.